السلام التام. معكم مهدي، خبير العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية في الصباح، بحال بزاف ديال الصباحات. إلا كتفيق قبل الفجر باش توجد الفطور، الدراري كريم كيجري يكمل التقارير اللي مازال ما سالاهمش في الليل. الزحام، لي رونديفو، مشاكل، ستريس، كتجمع شوية بشوية حتى كتولي الجبال ديال الضغوط كتأثر على الزواج بلا ما نحسو. في العشية رجعوا للدار، كل واحد فيهم هاز عالم كامل فوق كتافو. العيلة عيانة من الخدمة والدار، الدراري وكريم مطحون باجتماعات ومشاكل الخدمة وداكشي. من بعد كلمة صغيرة كتولي نقاش كبير: علاش ما مشيتيش تجيب ولدك؟ علاش ما جبتيش هادي؟ كنت واحد في الخدمة، واش ما كتفهمينيش؟ هادي البداية ديال سلسلة التوترات كتوقع في كل دار. دراسة عربية حديثة على بزاف ديال الأسر في المشرق والمغرب بينات أن الضغط المستمر، سواء مهني، مالي، عائلي، كيهبط الجودة ديال التواصل بين الزوجين، وكيزيد احتمالية الخلافات بنسبة كبيرة، بل حتى الانفصال العاطفي في بعض المرات. وأخطر حاجة هي الضغط اللي ما كيأثرش على غير الزوج والزوجة، كيأثر حتى على الدراري. الراجل غالبا كيعيش الضغط كمسؤولية، كواحد لازم يسيطر ويوفر ويحل المشاكل كاملة. كيعبر عليه بالصمت، الانسحاب، أو الغرق في الخدمة، وكيحتاج التقدير والاهتمام عملي. المرأة كتربط الضغط بالعاطفة والعائلة، بالأدوار اللي كيتراكم عليها، كيبان عليها في الهضرة، البوح، طلب المشاركة. كتحتاج يسمعها شريك ديالها بلا حكم عليها. وهذا الفرق إذا ما فهمناش كيولي الشرارة ديال أغلب المشاكل. في نهار من الأيام قرر كريم وليلى يجلسوا على غير نص ساعة بعد العشاء، ماشي اللوم ماشي النقد، غير باش كل واحد يهضر على نهارو كيفاش داز، ويبارطاجي إلا كانوا دي مومون ماركاو نهارو ولا نهارها، ويتشاركوا شوية ديال التفاصيل اللي ما كيتشاركوهاش ديما. كريم هضر على العياد الخدمة ولا شارج، وليلى هضرات على التقل فوق كتافها في الدار. قسموا المهام بطريقة عادلة وداروا وقت مشترك بسيط باش يبقاو يبارطاجيو مع بعضياتهم تفاصيل كتر. ومع الأيام الضغط بدا كيتخفف والتفاهم بدا كيكتر. الضغوط جزء من الحياة، ما يمكنش نهربوا منها، ولكن الطريقة اللي كنتعاملوا بها معها هي اللي كتقرر شنو غادي يوقع في العلاقة ديالنا. واش غيكون التفاهم والاستماع وتقسيم مهام قادرين يحولوا أصعب الأيام لفرصة تقوي الزواج. واخا الحياة صعيبة، الزوجين اللي كيتسندوا على بعضياتهم كيقدروا عليها.